السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة شهيوة أم ريتاج. طبق اليوم غادي يكون سمك في الفرن بالخضار اللي كيجي لذيذ ورائع بزاف. غندخل معكم دابا في طريقة الشرمولة. غنشرملها وغنخليها واحد نص ساعة ومن بعد نكمل. الشرمولة كنحتاج ليها تحميرة، الفلفل الأحمر، الخرقوم البلدي، كنحتاجو الثومة، كنحتاج واحد الحامضة، كنحتاج الفلفل الأسود، الكمون، الملح اللي كيكون على حسب الذوق، القزبر والمعدنوس، وطماطم محكوكه اولا مطحونه. بسم الله على بركه الله. بالنسبه لنوع السمك كيبقى اختياري، كاين الطون، كاين القرب، كاين انواع الاسماك. انا اليوم اختاريت هاد السمكه اللي هي من حجم متوسط على حسب افراد العائله. كنغسلها مزيان وكنقشرها حتى من فوق من ديك القشره. كنغسلها من الداخل وكنحيد هذاك السواد اللي كيكون. غنبدا دابا ان شاء الله نقطع فيها بحال هكا باش تدخل ليا الشرمونه ديالي لداخل مزيان بهذه الطريقه. انا نديرها من جوج جويه. انا قطعتها من هاد الجوي وكنت مني غسلتها حيدت هاد الشوك اللي كيكون في الظهر ديالها من هنايا، وحيدت حتى في الديل لان كيكون فيها الشوك قاصح بزاف. انا اضطريت نحيدو وغسلتها مزيان. دابا غناخد في واحد الاناء هاد التوابل وهذا الربيع اللي قلت لكم. كناخد القزبر والمعدنوس نص الكميه اللي عندي، نخليها لي غنرجع لها من بعد. كناخد الثومه، الخرقوم البلدي، ناخدو الفلفل الاسود، بالنسبه للهريسه اللي بغى راه كيضيف، اللي ما عندوش الاطفال غادي يدير الهريسه، انا ما غنديرهاش اليوم. الكمون كندير فيه واحد جوج المعالق. غناخد الفلفل الاحمر اللي هي التحميره، ناخدو قليل من الملح على حسب الذوق ديالكم. غندير واحد عصير الحامضه. لما كملت عصير حامضه وحده غادي ندير واحد المعلقه ديال زيت الزيتون في هاد الشرموله صافي. وكندير واحد ربع كاس ديال الماء، حوالي ربع تاع الماء صافي. دابا انا غنخلط هاد الشرموله مزيان بهاد الطريقه. كناخد من هذيك مطيشه اللي انا حكيت اولا طحنت واحد المعلقه. صافي دابا ها هي الشرموله وجدات. غادا نجيب السمكه وغادا نبدا نشرب فيها هاد العطريه كلها. بسم الله. كنحاول ندير حتى في الداخل. صافي دابا انا غادا نخليها تشرب من نص ساعه حتى ساعه الا ربع. هو السمك قد ما خلينا ليه الوقت تشرب في هاد العطريه كيجي لذيذ بزاف. صافي. من دابا غادا نمشي نوجد الخضره ديالي اللي غادي ندير ليها ونرجع لكم. انا دابا خديت 3 الحبات ديال البطاطا، غنديرهم شرائح بهذا الشكل
وغادا نسلقهم نص سلقه. وحتى الجزر راني درتو شرائح دائريه، حتى هو غادي نديرو نص سلقه. انا ما كنسلقش في الماء، كندير غير كسكس كنبخر فيه، لان انا كنقول كاع المنافع تاع الخضره الا سلقت غتمشي ليا في هذاك الماء ديال السلق. خديت اللوز راه كيتسلق دابا، انا غادي يتسلق وغنصفيه وغادا تشوفوا الطريقه ديالو. انا غادي نصفيه اللوز. ها هو دابا اللوز ديالي كيتسقطر ويتصفى بالماء. صافي كنتسنى حتى الخضره ديالي تسلق نص سلقه، ومن بعد غادي نرجع باش نحضر السمك في اللاطه، ومن بعد ندخلو الفران. خديت اللاطه اللي غندخل فيها، حطيت فيها شويه القزبر والمعدنوس اللي بقى ليا، واحد معلقه تاع طماطم ولا معلقه ونص كبيره. غندير دابا نفس التوابل اللي كنت درت من قبل، الملح، التحميره، الفلفل الاسود، والخرقوم البلدي اللي هو الكركم. ناخذ الكمون، انا درت عصير حامض، غندير قليل من الماء، نضيف زيت الزيتون، انا دابا في هذيك الشامولي اللي كنت درت في اللاطه حطيت الجزر. ناخذ بعض من الفلفلات بهذا الشكل، غادي نحط دابا السمكه. على قبل ما نحط السمكه في اللاطه، انا بغيت ندير هنا ندخل هنايا الروز. الروز رانا درت ليه غير القزبر والمعدنوس والعطريه. الا كان بغيتو تضيفوا ليه الزيتون حار راكم كتضيفوا، الهريسه عندكم، القيمون. ما كنديرش انا اليوم درت غير سمك بالخضره، ما ضفتش عليه الاضافات. غناخد السمكه وغنحلها بهذه الطريقه، ونبدا نعمرها بالروز. يمكن لكم ما ديروش الروز، يمكن لكم ديروا الشعريه الصينيه، كيبقى اختيار. صافي كنبقى نعمر فيها حتى كتعمر. انا حطيت السمكه، درت ليها في مكان الروز واحد الطماطم اللي كنت مقطعه، راكم لاحظتوها في الاول. دابا غادي نزيد الفلفله والبطاطا ديالي، كنبدا غادا بهذا الشكل. كيبقى التزيين ديال اختياري الشكل اللي انا كنبقى غادا بهذه الطريقه، والتزيين على حسب الذوق ديال كل واحد.
نديرو الطماطم مرة أخرى من الفوق. أنا عندي طماطم سوريز زدتها. وغنضيف قليل من زيت الزيتون. هذا هو الشكل النهائي ديال طبق اليوم، سمك في الفرن بالخضار. كنتمنى ينال اعجابكم وتجربوه. شكرا على التعاليق ديالكم الرائعه في الفيديو الاخير اللي كنشكركم عليها بزاف. اللي عجبو الفيديو ديال اليوم ما ينساش يدير جيم، واللي اول مره شاف القناه ديالي يدير ابوني ويفعل الجرس. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا بزاف من هذه القناه وتكون اعطاتكم الاشياء الكثيره.